لحم المندي ورز المندي. عندكم عزومة ومحتارين إيش تعملوا اللحمة؟ أكيد بتعملوا هذه الوصفة، حاجة جدا روعة، وصفة الصراحة توجهكم أو توجبكم عند ضيوفكم. لحم دايب، لحم مندي دايب جدا، ورز مندي حبة بحبة، وطعمه خيال، طعمه أحلى من المطاعم. وصدقوني بتعتمدوا هذه الطريقة، اللحمة دايبة وتطلع من العظم وفاتحة كمان. شوفوا ما شاء الله كيف اللحمة دايبة، وكمان بتعملوا المغاضيف أو المعاصيب معاه، يعني طبق كامل متكامل ما شاء الله. شوفوا كيف حبات الرز، وكمان نكهته ما أقول لكمش، يعني أنا ما بجيب لكمش أي حاجة، بجيب لكم حاجة زي المطاعم وأحلى كمان، وأحلى أحلى من اللي تاكلوه في المطاعم. شغل بيت، شغل منظم، وشغل تعليمي من الألف إلى الياء. مستحيل إنكم تعملوا هذه الوصفة ما تضبطش معاكم، هي سهلة وبسيطة وطعمه يعني ما أقول لكمش حاجة جدا روعة. وعشان أول حاجة لازم نعمله هي إنه نحضر اللحم اللي ما نستخدمه. أنا عندي يعني لحمة صغيرة، عندي مغاضيف كمان اللي عملته معاكم بالفيديو اللي سبق، وكمان اللحمة أنا أحب اللحمات كبيرة، مثلا فخذ مع الرجل، يد مع كتف، زي كده. ممكن أضلاع تخلوها شوية كبيرة، بس يعني مش كبيرة كتير، يمكن يعني شوية تكون كبيرة، بس أنا ما عنديش الأضلاع اللي معايا صغيرة. غسلت تمام اللحمة وبديت أعمل له فتحات أو شق بالسكين، يعني كده أشقه بالسكين، حاجة بسيطة، أو ممكن تضغزوها بالسكين عشان التتبيلة تدخل يعني، أو إنه يكون أحسن. أنا أفضل إنه لازم كده تنشق. وهنا للتتبيلة بضيف فلفل أسود، تقريبا ملعقة كبيرة فلفل أسود. أنا ضفت فرش يعني مطحون، مطحون جديد. دائما الفلفل المطحون اللي يكون جديد يفرق بطعم الأكل، أفضل من يكون مطحون له فترة أو أيام. طبعا هنا أني أضفت خلطة القصيم اللي هي في بهيل، اللي استخدمونا في القهوة، بس أنتم استخدموه إذا ما عندكم عادي استخدموه هيل. أنا القصد مني إني أضيف هيل، وأضفت كمان صبغة طعام، وأضفت كمان رشة من أجنوموتو الملح الصيني، وأكيد ملعقة كبيرة ملح ملعقة كبيرة، وملعقة صغيرة عسل. طبعا أنا بقول لكم الآن على حاجات مش لازم تضيفوها. أول شيء الهيل مش لازم تضيفوها، أنا ضفت خلطة القصيم لأنه يعني أشتي استخدمه، لأنه بتخلص عندي مدته فأشتي استخدمه، وهي فعلا تطلع بالأكل حلوة بصراحة، بقول لكم إياها. الأجنموتو الملح الصيني أنا عملت رشة، تقدروا الاستغناء عنه عادي، لو أنا مش دايما أسويه بس مرات أعمله. وكمان العسل تقدروا تستغنوا عنه. هو المندي عبارة عن فلفل أسود وملح وصبغة، وآخر شي ضيفوا زيت، هذا فقط لتتبيلة المندي. طبعا شوفوا بقول لكم حاجة، أنا بعد ما تبلت كل حاجة، تبلته تمام بالفلفل الأسود والملح والهيل والعسل، آخر حاجة تضيفوا الزيت، لأنه الزيت يعمل عازل على البهارات، يعني ما يخليش الأكل يتبل، أو اللحمة أو الدجاج يتبل تمام. فأول تبلوا، وبعدين آخر حاجة تضيفوا الزيت، هذا يفرق في الطبخ، يفرق كتير. خلاص ضفت الزيت كده، مسحت عليه تمام، وخلاص الآن ببدأ بجيب صينية، بحط له ماء، صينية فيها شبك، لازم ترفعوا اللحمة أو الدجاج إيش ما كان بتطبخوا، اللحمة بترفعوها من الصينية. ضفت تحته ماء، ماء عادي، ضفت الماء العادي، وبديت أرص اللحمة. طبعا أنا اللحمة كل ما جلست بالتتبيلة كانت أحسن، يعني خلوها إذا أنتم معكم وقت خلوها ساعتين، يوم كامل، ممكن تحضير مسبق من قبل، زي ما تحبوا يعني. وهنا حطيت المغاضيف كده من فوق كمان، أو المعاصيب اللي عملناها الكروش، فحطيتها كده من فوق كمان، تبلته نفس التتبيلة، وآخر شي اللي نزل من التتبيلة حطيته كده من فوق. وخلص يعني الآن بنعمل له قصدير، بنغطيه تمام بالقصدير. أول شي ورق زبدة اعملوه إذا متوفر معاكم، مش متوفر معاكم اعملوا قصدير وقولوا بسم الله والله الحافظ. أنا عملت طبقتين قصدير، طبعا على الجهات اعملوها على الجهة اللي تلمع، أو والجهة المطفية تكون فوق، لأنه هكذا استخدام القصدير للأشياء الحارة أو الساخنة، تكون الجهة اللي تلمع تحت والجهة المطفية فوق، والعكس في البارد يكون المطفية تحت والجهة اللي تلمع فوق. هذا استخدامات القصدير أو طريقة استخدامه. بدخله على فرن حار، حرارة 200 تقريبا لمدة ساعة، بعد ساعة بنقص الحرارة وبخليها 150
إلى 140 بالرف اللي بعد الوسط، تمام، لمدة 3 ساعات، من 2 إلى 3 ساعات على حسب حجم اللحمة. والآن تعالوا نعمل الرز، نعمل كشنة الرز. هنا عندي ملعقة من السمنة، نص كوب من الزيت، يعني ملعقة كبيرة سمن مع نص كوب زيت. احسبوا لي كم يطلع واكتبوا لي في التعليقات كم تطلع الكمية، وأنا كمان بكتب لكم صندوق الوصف. بعد كده أضفت بصل، تقريبا كمية البصل على حسب كمية الرز. أنا استخدمت 5 أكواب رز، فاستخدمت على كل كوبين رز بصلة متوسطة. خليت البصل لما يتشقر شوية يرجع لونه ذهبي كده خفيف. ضفت البهارات الصحيحة والثوم، اللي معاكم بهارات صحيحة، هيل، قرفة، قرنفل، اللي متوفر معاكم، وكده شوحوهم مع بعض تطلع ريحتهم. بعد كده بضيف ال7 بهارات أو بهارات ال7، وبضيف رشة من أجنموتو الملح الصيني. إذا مش حابين لا تضيفوش عادي، مش لازم تضيفوا، ممكن تضيفوا ماجي إذا أنتم تحبوا النكهات الماجي، بس أنا ما فضلش تضيفوا الماجي. إذا عندكم مرقة لحم فريش حطوا، يعني طازجة، ممكن تضيفوا. وهنا ضفت مكعبات طماطم كده، حق حبتين كبار أو 3 حبات متوسطة، وبدأت كده أقلبها وأخليها تتسبك. طبعا ما فيها الصلصة، ما فيهاش بس عدني، بس طماطم والبهارات اللي حطيناها وفقط. وآخر شيء الملح تضيفوه. طبعا الملح حلوة تكون مالحة لأنه بتملح الرز، فحطوا له كده تقريبا ملعقة كده كبيرة ممسوحة ملح، وخلاص خلوها الآن كده تتسبك. غطوا عليها كده 10 دقائق أو أقل من 10 دقائق، 7 دقائق كده تتسبك وخلاص وتكون جاهزة. طبعا لا تخلوش فيها ماء كتير، لا، نفس كده يعني صوص رطب أو كشنة رطبة لكن من غير ماء، عشان تعطينا احنا طعم المندي، لأنه بعدين بتشوفوا كيف منطبق الرز وكيف ما نعمله. يعني هنا نقلت الكشنة إلى الدست أو القدر اللي بستخدم فيه بعمل فيه الرز. أضفت رز مغسول أكثر من مرة، لازم لما يروح النشا تبعه بعدين تنقعوه بماء عادي من 2 إلى 3 ساعات، تكون منقوعة، وأقل شيء ساعة، ساعة ونص. الماء يكون بدرجة حرارة الغرفة، مش ماء ساخن ولا مغلي. هكذا أنا استخدم رز المزة، واللي استخدمته رز مزة الشعلان حبة طويلة. خلاص هنا قلبت الرز مع الكشنة وبضيف ماء ساخن. تقريبا أنا ضفت 5 أكواب، أخذ مني لتر ماء ساخن، لتر ماء مغلي أخذ مني لتر وممكن وكوب وكوبين. المهم يكون الكمية الماء تغطي الرز، بحيث نفس ما وضح لكم بالفيديو. وبضيف كمان ملح، لازم تعدلوا الملح. الكشنة مالحة بس لازم تضيفوا الملح عشان تعدلوا الرز ملحه يكون تمام. غطيته وخليته على أعلى نار. لازم الرز بالبداية يكون نار عالية عشان تتفتح حبات الرز، لازم يبقبق يكون. وهنا جبت سمنة وحطت عليها زبيب. أول ما انتفخ الزبيب على طول تطلعوه، خلاص ما يطولش الزبيب، خلاص أول ما ينتفخ على طول تخرجوه. وهنا عندي ملعقة سمنة، ومعي ملعقة صغيرة 7 بهارات، وعندي ملعقة صغيرة من الهيل، ملعقة صغيرة من الكزبرة، وملعقة صغيرة من الصبغة البرتقالي أو ممكن صفراء اللي معاكم. خلوها أول ما تغلي كده، مع السمنة، أول ما تطلع كده فقاعات كده تبدأ تغلي كده، خلاص تطفوا عليها زي ما أوضح لكم بالفيديو. شوفوا بدأت تغلي، خلاص أطفيها على طول، لا تخلوش تطول ولا بيتغير طعمه. هنا شوفوا ما شاء الله بدأ الرز ينشف معايا، خلاص تطلع الفقاقيع. ببدأ أضيف أعمل كده زي الحفرة، وأبدأ أضيف الزبيب وكمان الصبغة اللي عملناها مع ال7 بهارات والكزبرة وهيل. شوفوا كيف بضيفه كده. صدقوني من ألذ أنواع الرز اللي بتجربوه، وسهل جدا ولذيذ، يوجبكم كده، يعني يبيض وجهكم عن ضيوفكم. مستحيل اللي يذوقه يطعم أكلك أو يطعم هذا الرز، مستحيل. يعني بيسألك كيف عملتي الطبخة دي كله، كيف عملتي هذا المندي. صدقوني مندي سريع وسهل، يعتبر انه سهل. نحن ما عندناش المندي الحضرمي ينعمل بالحفرة، يعني شفتوا يحفروا له بالارض ويحطوه، هو كده ينعمل، بس نحن يعني كبيت ما نقدرش، يعني صعب. والان شوفوا ببخره، اخر حاجة تبخروه بفحمة، جيبوا فحمة وعملوا له، ولعوها وحطوا له زيت وبخروه وخلاص، وخلوه على نار هادئة. الآن أحط تحته، شوفوا بحط تحته الحديدة اللي تعزل، يعني شوفوا بقفله بقصدير أول، تمام. بعدين بحط تحته الحديدة إيش تعمل؟ تعزل شعلة النار
عن القدر أو الدست. شوفوا حطيت حديدة وبخليه على نار شمعة مدة 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، ممكن إلى 30 يعني، وهي شمعة كده خفيفة. بعد كده طلع ما شاء الله، أخذ مني الصراحة بقول لكم اللحمة بسرعة استوت، أخذت مني 2.5 ساعة تقريبا أو 2 تقريبا أو 15 دقيقة زي كده. وما شاء الله اللحمة دايبة. أول ما طلعت ببخره عشان تعطيني ريحة المندي، فبخرته. وممكن تبخروه كله بعد ما تغرفوه كامل تبخروه، بس أني فضلت أني أبخر كل الرز لوحده واللحمة لوحده بعد ما طلعت. وهنا أني ضفت فلفل حار بس بالسكتة عنكم ضفته آخر حاجة لما ذكرت إنه لازم أضيف فلفل، بس ما صورتوش، أنتم ضيفوا عروق فلفل. وهنا بدأت أقلب الرز. طبعا بعد 20 دقيقة، أنا خد مني 25 دقيقة، خليته 25 دقيقة على شمعة، وبدأت أقلبه. شوفوا كيف من تحت لفوق، بس أنا عندي هذه الملعقة. انتبهوا يتكسر، هو ما بيتكسرش معاكم، لكن انتم انتبهوا قلبوا أول شيء من الأركان. أنا لازم أقلب كامل الزبيب مع الألوان مع كله، ما أحبش الصراحة أخرج يعني نص بنص، نص كده، يعني أحب كامل يعني يكون، لأنه يتلون الرز كامل والنكهات تتوزع كامل، الزبيب يتوزع بكل يعني بكل مكان، الكل يأكل زبيب، مش بس يجي من فوق جهة يكون في كتير زبيب وجهة لا يعني، فالكل يتوزع وبس. بدأت أغرفه ما شاء الله، أغرفه أقدمه، حطيته بالصحن كده، قال لكم زي المطاعم عشان ضيوفه يقولوا إني جبته من مطعم، تكلفت وجبت. فلا والله اني عملته بحب يعني، من قلبي عملته ما شاء الله. شوفوا كيف التحمير حق اللحمة، مع انه ما فتحنا لوش من فوق ابدا، تخيلوا من غير ما افتح من فوق، بس العسل يعمل، والزيت، اضافة الزيت يحمر الشيء، يعني يحمر اللحمة، يحمر الدجاج والمغاضيف كده او المعاصيب وزعته. وشوفوا ما شاء الله اللحمة كيف تطلع من العظم ودايبة ولونه فاتح، لانه انطبخت على نار هادئة. عرفتوا ليش اللحمة تكون فاتحة؟ تنطبخ على نار هادئة، واللحمة تكون غامقة من داخل لأن طبخت على نار عالية. فأنتم دايما اطبخوها على نار هادئة. وشوفوا ما شاء الله كيف، والمعاصيب والرز كده ما شاء الله، حبة بحبة الرز، تبارك الرحمن. الآن أقدر أقول لكم مساء الرضا، كيف حالكم؟ يا رب كلكم طيبين. لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، ولايك وكومنتس حلو منكم، بالعافية لي ولكم.